السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نينا. نرحب بجميع المشتركات اللي راهي تشوف الفيديو لأول مرة. تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات ولا كل الوصفات. الوصفة اللي بغيت نشاركها معكم نهار اليوم هي وصفة تاع حلوة القطايف ولا قاطو بالقطايف بدون بيض، يجي خفيف وبذوق شوكولا. تبعوا الفيديو الأخير باش نتعرفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. هنا في قصعة صغيرة ولا في باسينة صغيرة عندي 250 غرام تاع زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة ولا المطبخ. الزبدة تاعكم خلوها طرية باش تعاونكم في الخدمة، باسكو الا خليتوها جبتوها ديريكت من الفريجيدار تقعد لكم حبيبات. نزيد عليها نص كاس تاع سكر ناعم اللي هو سكر كلاص. هنا الكاس تاعي اللي موالف نخدم به معاكم تاع 220 مليلتر. زدت عليها نص كاس تاع كاكاو يكون بني. ديروا الكاكاو بني، ما ديروش هذاك الكاكاو هذاك الاسود المر باش ما تجيكمش العجينه تاعكم مره. بنفس الكاس زدت عليهم كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومطحون. نزيد عليهم غرفه صغيره تاع لافاني ولا ساشيه تاع لافاني، كيما تقدروا ديروا لافاني سائله، ليسونسيال ديروا غرفه صغيره تكون معمره مليح. نخلط قاع هادو المكونات اللي درتهم قاع مع بعض كيما هكا. كيما قلت لكم ما فيهش البيض، فيه غير هاد المكونات اللي درناهم، ونخلطو ويجي بزاف خفيف وبنين. نقعد كيما هكا نخلط حتى يولي لي الخليط تاعي كيما هكا شغل كريمه بهذا الشكل. هنايا في هذه المرحله نروح نشف العجينه تاعي بالفارينه. درت انايا هنايا الكاس الاول تاع الفارينه، انا عندي هذا الكاس يوزن نفس الكاس اللي خدمت به. زدت الكاس الزاوج ونزيد عليهم وحده خميره تاع حلويات أو عفوا خميره الحلويات تاع 10 غرام، هذيك نديرها كومبلي. نبدا نلم في العجينه تاعي. هنا كيما انا دات لي زوج كيسان. هادو اللي درتهم برك، نتوما تقدر تديلكم اقل من زوج كيسان، كيما تقدر تديلكم اكثر. بمعنى ديروا كاس ونص تاع فرينه في الاول، وبقاو تشوفوا تلموا في العجينه تاعكم، اذا خصها زيدوا لها. ما ديروش اكثر من زوج كيسان باش ما تجيكمش العجينه تاعكم ناشفه. نبقى نلم في العجينه كيما هكا حتى نتحصل على العجينه كيما تاع الصابلي، تكون بهذا الشكل، تكون طريه وفي نفس الوقت ما تخلوهاش تتلاصق في يديكم، تكون عجينه عادي ليسونسيال خلوها طريه باش يجيكم الكاطو تاعكم طري. هذا هو القوام تاع العجينه. نحط هذه العجينه اللي خدمتها جانبا، ونبدا نشكل. انا اليوم بغيت نشكلها في مول السيليكون، نتوما تقدروا ما تشكلوهاش في مول السيليكون، تقدروا غير تكوروها بيديكم كيما هكا وديروها ديبول ولا كريات بشكلها التقليدي. أنا اليوم بغيت نديرها في هذا المول تاع السيليكون تاع القلب، ولا ديروها في أي مول سيليكون عندكم، أي شكل بغيتوه ديروا فيه. نبدا كيما هاكا نحاول ندير كرات يكونوا بنفس الوزن ولا بنفس الحجم. اللي تبغي توزن دير 30 غرام حتى ل35 غرام، تجيكم الحبة هذيك هي كبيرة. أنا هنا بديت نكور في العجينة تاعي ودرتها هكا في مول السيليكون في هذوك القلوبة. بالنسبة هنايا لدرجة الحرارة، أنا دخلتها في الرف الوسطاني بعد ما كان الفرن تاعي سخون، ودرت لها نار قليلة باش طيب لي مليح باسكو راه ما فيهاش البيض. كي طابت لي من التحت وشتها بلي صاي تنفخت لي ونشفت، طفيت لها من تحت وشعلت لها من فوق واحد 5 دقايق تنشف وتكمل طياب فقط. هذا الكاطو ما تخلوش ييبس لكم في الفرن، ما تخلوش يطول بزاف باش ما ييبس لكمش ويجيكم يابس. كيما قلت لكم غير يتنفخ لكم، شعلوا له من الفوق يكمل الطياب. وهذا هو شكله النهائي بعد ما طاب. خليته برد شويه وديموليته من مول السيليكون. شوفوا هنايا الحبة راهي كبيرة. بالنسبة للعدد هنا تاع الحبات، كاين بزاف يسقسوني دي فوا يقولوا لي شحال خرج لك هاد الكاطو ولا قطع لك. هنايا الحبات تاوعي انا داروا لي 36 حبة، هاد الكمية دارت لي 36 حبة. عندي هنايا شوية تاع قطايف محمصين ومطحونين للتزيين، وعندي تاني هنايا واحد 150 غرام تاع شيكولا، زدت لها واحد 2 مغارف كبار تاع الزيت وذوبتها في حمام مائي. هنا الشوكولا تقدروا ديروا هذه شوكولا نوار ولا تقدروا ديروا تاع بالحليب، ولا تقدروا ديروا هذيك شوكولا بلون اللي هي شوكولا بيضاء. نجيب الحبة تاعي كيما هاكا نقلاصيها مليح مليح كاع من الجوانب باش ترفد لي القطايف نتاعي غاية، باش من بعد كي ندير لها القطايف ترفد كاع من الجوانب. ونحطها في هذاك الطبسي كيما هاكا. نحاول نطلع كاع على الحواف قبل ما تنشف لي هذيك الشوكولا اللي درتها. التزيين تاعها راه بسيط بزاف وما فيهش الآخر بزاف، وهاد الشوكولا هي اللي تعطيكم البنة للكاطو تاعكم. سينو ديروا هذه الطريقة كيما أنا كيما هاكا. نحيت كاع هاذيك المغرفة والفرشيطة، بديت هاكا نغمس الحبة في الشوكولا باش نكمل بالخف ونحطها في القطايف.
هنا خليتها شوية في القطايف باش ترفد لي مليح. نكمّل قاع الحبّات كيما هاكا بنفس الطريقة، ومن بعد كي ندير كمية في الطبسي نبقى كيما هاكا نضغط عليها وندير لها في الحواف ونحاول نفيني لها الشكل تاعها مليح، كيما هاكا شوفو كي ترفدو الحبة تاعكم نحاول نزيد ندير لها هاكا شوية رشة خفيفة من الفوق باش بلايص قاع لي ما فيهمش يتعمرو، ونضغط عليها شوية باش من بعدا ما تتنثرليش ولا ما تتفركدش هاذيك القطايف. نحطها هاكا في صينية وحدايا ونكمّل نخدم قاع الحبّات بنفس الطريقة حتى نكمّل قاع الكمية تاع الجاتو لي عندي. هنا الجاتو تاعكم كي تجو تحطوه ديروه فوق ساشي ولا ديروه فوق ورق طهي كيما درت أنا باش من بعدا كاش زوائد تاع شوكولا من تحت من بعدا ما تلصقلكمش باسكو كان ديروها في طبسي ديريكت ولا في سنيوة غادي هاذيك الشيكولا تلصق لكم وتتكسر لكم الحبة كي تجو ترفدوها من بعد قاع تتقرد، النص تاعها يبقى لاصق لتحت والنص تاعها ترفدوه، على هاذيك ديروا ساشي دايما كي تستخدموا شيكولا في الجاتو ديروا ساشي تحتها ولا ورق الطهي. هذا هو الشكل النهائي تاع الجاتو تاع نهار اليوم ولا تاع حلوة القطايف تاع نهار اليوم، أنا زدت له غير تزيين بسيط كيما هاكا درت له هذا الورد تاع الشوش في الوسط غمسته غير بشوية تاع شوكولا باش يشد لي فوق القطايف وحطيت الوردة ودرتهم في هاد الكيسات وهذا هو الشكل النهائي تاعها، يجي بزاف بنين هاد الجاتو وخفيف وكيما شفتوه ما فيهش مقادير بزاف ويوجد بالخف. نتمنى هاد الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت إعجابكم وتخلوا لي رأيكم في التعليقات، ودوكا غادي نقسم معاكم حبة في الوسط باش تشوفوا بلي الشكل تاعها حتى في الوسط يجيكم بزاف شباب وهداك الكاوكاو يجي باين، مام هداك الكاس تاع الكاوكاو اللي درناه في الوسط هداك هو اللي غادي يزيد لها البنة مع القطايف والشوكولا، غادي يجيكم مزيج بزاف بزاف بنين. وهنايا نخليكم تكملوا لا فيديو للأخير وما بقى لي غير نقولكم نتلاقاو في فيديو آخر ووصفة أخرى بإذن الله.